سنة 1962 حصل اجتماع سري جدا في قلب وزارة الدفاع الأمريكية، ووقتها الوثيقة اللي خرجت من الاجتماع كانت مرعبة، والخطة كانت اسمها نورث وودز، وكان هدفها تخلي الشعب الأمريكي يطلب الحرب حتى لو كانت معاناة تأذيهم الأول. الخطة كانت بتقترح إنها تنفذ عمليات وهمية داخل أمريكا زي تفجير طيارة ركاب، استهداف مدنيين، وبعدها تلفيق التهمة لدولة تانية. يعني الحكومة تهجم نفسها بس عشان تكسب تعاطف العالم. طب والهدف ايه يعني؟ تبرير الهجوم على كوبا واسكات اي معارضة داخلية. الملف اتسرب بعد سنين طويلة واتأكد انه حقيقي، بس السؤال اللي محدش جاوب عليه لحد النهاردة، هل كل الخطط فعلا كانت مجرد اقتراحات، ولا البعض منها اتنفذ بصمت من غير ما حد يعرف؟ لو دي كانت مجرد خطة واحدة، تفتكر في كام عملية تانية حصلت؟ وهل كنا احنا مجرد جزء منها؟ عملية نورث وود مش خيال، دي مؤامرة، دي كانت وثيقة حكومية تم كشفها رسميا. اكتب رأيك في الكومنتات وشارك الفيديو مع اللي محتاج يعرف الحقيقة.